صباحنا واصطبح الملك لله يا رب. حاج بلنجة اهلا. السلام عليكم. ازيك يا حاج خليفه؟ يا عماد يا اخبارك؟ ليه مش لابس الكمام ها؟ يا راجل انا والله بتخنق منها. اسكت، عايز اقول لك على موضوع وخايفك لا تزعل والله. ايه؟ ولد عمك احمد. يا ابي خلينا فيك انت الاول. ولد عمك احمد جاته الكورونا. احمد مين وكلهم؟ احمد المحسوب. جاته متى؟ لي 3 ايام النهارده. يا ابي ده كان عندي اول امبارح. لا يا ما جاته متى يا اخوي؟ 3 ايام جاته الكورونا. ده جرعه للجحش وقال لي يومين حاجه دي الجرعه الثالثه. لا خلي بالك منه يا عمي، ده جاته الكورونا وكشف له مش راضيين يقولوا الحد. يا راجل مخبيه على كده. مخبي، هو مش راضي يقول الحد. قال عشان اكل عيش، وقال بيلف على الحمير والباين بيدي حقن. طب لو قابلته قول له بلنجه مشى. طب انا اقول له اذا كان انا مش عايز اقابله. الجحش اللي ريت يغور الجحش. انا خايف الجحش ما يموت ولا يغور بدل ما اموت انا ولا متعين. طب انا اقابله كيف وانا بقول لك عنده الكورونا؟ طب اقول لك انت القرارات الجديده انك انت لازم تلبس كمامه. ايوه بس انا ليه ادرك هتدفعوك 50 يا ابوي. ما انا لو قابلوك في عربيه وما لبسش الكمامه تدفع 50 جنيه. أيوة لو راكب العربيه بدفع، بلبس الكمامه. لما بكون ماشي عند حد زي كده بحط الكمامه دي كده عادي. لا عشان ببقى مخنوق منها والله. البس يا خيي بس اسمع، عشان اعذر من انظر. الدولة قالت يا اخواننا كل واحد يلتزم بالكمامة. المهم ليه؟ خوفة علينا مش خوفة على حد. تمام. خلي بالك يعني كان بيغرمك بال50 ده عشان انت تحافظ على كمامتك تبقى في جيبك على طول ولابسها. انت هنا في الزرع انا لابسها. يعني المفروض في الزرع في الوسع اقلعها. الحق معاك يا عم بلنجة والله. الواد ده لو قابلته قول له الجحش مات. انا يا ابوي مش هقدر اقابله، ده انت عارف ان انا طيب هبدا عشان بربي اجي خاطر وراه. ماشي. لا السلام عليكم. ماشي رايح مشوار والله. ماشي. ولا الجحش ان شاء الله يغور والله. ولا الجحش ان شاء الله يغور الجحش. من وين؟ حاج بلنجة مين؟ يا اخبارك يا احمد؟ ايه في؟ اثبت بس ايه في يا ولد عمي؟ جاي اجيب لك الحقنه. حقنة ايه؟ للجاح. لا بقيتها. ليه؟ يا ابوي خليه يغور. يا ابوي خليه يغور. الله خليه يغور. ماله يا ابوي؟ انا عايز يغور الجحش. ايه اللي حصل بس؟ ايه اللي حصل؟ لك كمامه. وجاي كورونا وجاي ترمح الجحش. انا الجحش رميته. مين قال لك كمامه ومين قال لك يا ابوي في كورونا؟ يا ابوي ما قالوا لي عندك كورونا يا عمي خليك بعيد. مين الناس الفتانه دي؟ انت رايي مش هتلتزم بالكمامه ولا هتلتزم بحاجه وحتضيعنا معاك. هيك على الحمير يا راي حتموتنا معاك بلا حدث. خلاص انا هضرب الجحش. ارجع هضرب الجحش. هجيب حكم الجحش. والله ما هتضرب له حاجه. والله ما هتضرب له حاجه. خير بارك فيك. انا غلطان على علاجك عندك. الله يرضى عليك. ارجع يا اخي. السلام عليكم. ارجع لك مع الحمير ويطلع اصحابها يا اخي. ارجع بلا حمير بلا غور بلا تغور الجحش. ده عايز يموتنا لا يحرق الحمير ويحرق. فيجينا احنا احمد محسوب هيجي ثاني ده ولا حيجي ولا هضرب الجحش. خليك والله ما هتضرب له يا اخي. هضرب الجحش يا اخي. والله ما هتضرب له. اسكت. والله ما هتضرب له. انا هضرب له. انا حتربس الباب النهارده. انا حتربس الباب اللي قال جايني قال كمامات قال جايني من غير كمامه. مدام محسوب الدولة نبهته قالت يا اخواننا كمامتك. ايه ماشيين من غير كمامه وجايين هاتسي حيموتنا معاه. اللي يقطع الحمير يقطع اصحابها. والله مين عرف حوالين الجحش ده؟ ابوي انا. انت ثاني احمد محسوب. يا ابوي عشان الجحش. احمد محسوب. لا اله الا الله. اطلع يا عم الجحش. حبيبته. اطلع. اشفي والله هتطلع يا اخي. على السريع. حرام عليك ده حيوان. الله يبارك فيك. يا واحد. اطلع يا اخي. يا ابوي اروح الجحش. خليه يحرق الحمير ويقطع اصحابها. اطلع يا اخي. دقيقة. والله حيموتني. انا حبيعه الجحش ده. انا حبيعه. ده خلاص اتلوث الجحش ده يا ابو. ده جايني بدي اخزرك من وين؟ انا نزلت جهنم. طب انا قافل البيبان. يخرب بيتك يا